بصوا المج القمر ده جالي جفت، بجد حلو قوي. ثانك يو. بس بجد هو تحفه، وشجعني ان انا ارجع اشرب تاني القهوه وهي سخنه، عشان انا كان بقالي كتير قوي صيف شتاء بشرب ايس كوفي بس. فعرفت طريقه خلتني احب بجد ان انا اشرب كمان القهوه وهي سخنه. ف يلا بينا اقول لكم انا هعمل. اول حاجه بحط اللبن اللي انا محتاجاه. بحط لبن محلى مكثف، بحط مثلا معلقه. وبما ان عندي الكوفي بريس اتكسر، ف اضربه في الخلاط العادي خالص. تمام بعد ما يطلع. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله هاخدكم معايا في التنظيفات العميقه للشقه ومختفيه، عشان كل يوم باخد جزء من الشقه وابتدي انضفها تنظيف عميق. والهدف معايا مش ان انا اقول ان انا النهارده خلصت خلاص الاوضه او خلصت الشقه او كذا. لا، انا الهدف معايا ان انا اخلص كل تفاصيل الاوضه وانضفها تنظيف عميق. يعني الادراج، الحاجات اللي انا ما بقيتش استخدمها خلاص يبقى انا هسيبها، وهكذا. فاهمين؟ اللي هو انا عايزه احس كده بروقان في البيت، ومش بحاول ان انا اضغط نفسي خالص. يعني مثلا لو انا ورايا مشوار، اوكي انا هاخد بس النهارده ساعتين من يومي. لو مثلا ورايا خلاص ده وقت الغدا، هقوم اعمل الغدا، هصحى اعمل الفطار عادي بكل روقان. بحاول ما اضغطش نفسي، لان انتي لو ضغطتي نفسك في المهمة دي بالاخص هتحسي بلود كبير جدا جدا، وممكن يخلص في اسبوع اسبوعين، لان انتي بتمسكي اوضة اوضة بكل تفاصيلها، بالادراج، بكل حاجة فيها، بالحيطان، بكل حاجة. انتي بتجردي الحاجات، فانتي مش بس بتنظمي الحاجات، لا ده انتي كمان بتتخلصي من اي حاجة انتي مش بتستخدميها. فانتي بتمسكي منتج منتج تشوفيه، وكمان لو في اي حاجة expired فانت اكيد هتبطلي تستخدميها وهترميها. في تفاصيل كتيرة وممكن يكون باين ان هو متعب شوية، بس زي ما قلت لكم لو انتوا خدتوا الموضوع كده بالراحة وواحدة واحدة، ومش لازم كل يوم. لو انت يوم مشغولة اتس اوكي خلاص، انت شوفي وراكي ايه، واليوم اللي بعديه كملي عادي جدا. خدي ساعة ساعتين من اليوم، نص اليوم لو انتي فاضية، وخلصي اللي وراكي بكل روقان كده، عشان ما تضغطيش نفسك وما تضغطيش البيت. النهاردة الدور على التسريحة. بصراحة الدرج التسريحة محتاجة مني مجهود، انا عارفة انه ممكن ما يخلصش في يوم او اتنين. فهاخدكم معايا وهنشوف هنرتب الدنيا ازاي. حد هيتشجع معايا فيلا بينا نشجع بعض. انا فاضل لي ادراج التسريحة، وفاضل لي النيش والدلسوار والمطبخ. فاعتقد ان دي اكتر حاجة ممكن تكون بتعمل لنا يعني كراكيب كتير. بس الحمد لله الحمد لله خلصت باقي الشقة، ومبسوطة جدا ان انا حاسة بروقان، حاسة ان انا بفوق مع الشقة. النهاردة هاخدكم معايا ان شاء الله في ترتيب التسريحة، وان شاء الله هيبقى بعد ما نخلص بقى الشقة خالص هنشوف بقى ازاي نبتدي ننظم اكتر في بيتنا. يعني هجيب بقى منظمات اكتر، بس هبقى عارفة على الاقل انا محتاجة ايه، حاجات ايه، ومحتاجة منظمات ايه، وهحطها فين، وهرتبها ازاي. ولو حبيت اغير ديكور كده عشان بحب الشتا جدا، فبحاول ان انا استعد له من دلوقتي، فهعمل ايه وهعمل ديكورات ايه. فاهمين؟ يعني بجد اجواء لذيذة يعني. بس فيلا تشجعوا وقوموا، وانا هكتب لكم كل التفاصيل. يعني هقول لكم مثلا النهارده هنعمل كذا، الترتيب بيبقى ماشي بالنظام الفلاني، عشان نساعد بعض ان احنا نسهل الدنيا على بعض. لو انتوا كمان هتبتدوا زيي فيلا اكتبوا لي في الكومنتات عشان نشجع بعض، واللي عنده افكار يلا اكتبوا لي، قولوا لي كده انتوا بتعملوا ايه في المرحله دي. ولو سمعتوا يا جماعه صوت ورايا في الباك جراوند، عادي عادي يا جماعه، احباب الله والعاب احباب الله. فالمهم هشرب الكوفي بتاعتي وندخل على التسريح. انا نضفت، بس بصوا في حاجات ما طلعتش برضو بالمنظف والفوطه. فهشغل دلوقتي جهاز البخار عشان هي اللي هتطلع لي الحاجات دي.
متقسم مربعات، بس هنا دول اتكسروا، فبعد ما هنضف هسيبهم واحط فيهم حاجات بقى بالطول، يعني مش لازم كله يبقى ايه مربعات، يبقى في حاجات عندي كانت بتبقى فعلا طويلة، و هحاول ان انا ايه استخدم الحتة دي واستغل قصة ان ده ودول اتكسروا. اي حاجة كانت موجودة جهاز البخار طلعها، فحقيقي هو منقذ ليا وتحفة. اللي هي مهمة جدا ان اي حاجة هحطها في الدرج لازم انضفها الاول. تمام، معايا هنا اي فوطة ومعايا سبراي حطاله خل ومية وبريل. تمام، هنديه كده عشان اي حاجة امسكها المعها، عشان لو عليها اي تراب حتى انا مش شايفاه انضفها قبل ما احطها في الدرج. دي القطع بتاع المكنسة هنضفها واحطها في الدرج. هحط الحاجات في الدرج ولكن بالاولويه. وطبعا قبل ما احط اي حاجه في الدرج لازم اكون منضفاها كويس، عشان ممكن تكون عليها تراب وانا مش شايفاه. فكل حاجه تتنضف وتتلمع، واي حاجه انا مش محتاجاها او مش عايزاها او مش بستخدمها مش هحطها. ويا اما الحاجه دي خلاص هي مثلا expired، فخلاص انا مش هستخدمها اوريدي وهرميها في الباسكت، او ان الحاجه دي انا موجودة عندي وهي صلاحيتها كويسة وكل حاجة، ولكن انا مش بستخدمها، وهنا انا بديها لحد يكون هو محتاجها. ويا صباح الخير من تاني يوم. عايزه اقول لكم طبعا ان انا اكيد ما قدرتش اخلص كل اللي ورايا، كان جالي مشوار امبارح فما كملتش، فقررت النهارده ان شاء الله هكمل الترتيب بتاع التسريحه. وعايزه اقول لكم ان انا نزلت ايكيا وشفت منظمات خطيره عجباني جدا. ان شاء الله بعد ما اخلص حمله التنظيف اللي في الشقه والجرد وكل حاجه ان شاء الله هنزل اجيب بقى المنظمات. فمنظمات التسريحه غالبا خلاص عرفت انا هجيب ايه، وسعرها حلو. يعني ايكيا بيبقى اوقات فيه حاجات اسعارها مبالغ فيها شويه، ولكن هي اسعارها تحفه وحلوه جدا ومناسبه. والحاجه التانية اللي انا عايزه اقولها لكم ان انا بحاول البودكاست اللي انا بسمعها ان انا انفذها، وحاليا الفترة دي بحاول ان انا اتجرد من اي حاجة هي موجودة قدامي. يعني بحاول ان لو اي حاجة هتعمل لي زحمة سواء في عيني، سواء ان انا اما اجي انظف مثلا هاخد وقت كبير جدا في التنظيف، فبحاول ان انا بخلي الحاجات بسيطة والديكورات بسيطة والدنيا بسيطة عشان ابقى مرتاحة نفسيا وعيني مرتاحة، وكمان ما احتفظش بحاجة انا مش هستخدمها مثلا، فاهمين؟ فالنقطة دي مهمة جدا. ويلا بينا على تكملة التسريحة. امبارح انا نظفت كل حاجة الحمد لله، ولكن النهاردة المهمة بتاعتي ان انا احط الحاجات في الادراج، وكمان الحاجات اللي انا مش بستخدمها هرميها او كويسة ولكن انا مش بستخدمها بقالي فترة، فدي بالنسبة لي هتبقى كراكيب، فهديها لاي حد هو محتاجها. وهشوف كده انا ايه محتاجه ايه. عارفين لما الدنيا بتفضى كده بتحس انتوا عارفين اللي هو طب انا بقى محتاجه ايه، طب انا لا انا عايزه ازود منظمات هنا، لا انا عايزه ازود منتجات كذا، لا انا حاسه ان انا بطلت اهتم بالجزء الفلاني في الميك اب في السكين كير، فاهمين؟ فالموضوع بيبقى حلو ولذيذ وواضح، وكفايه كده الراحه النفسيه اللي بتكون في البيت. فيلا بينا. ده كان محطوط فيه زي طبق شفاف كده فما عجبنيش، فقررت ان انا هشيله وهروح لاي حد بتاع ازاز ويحط لي فيه هنا طبقتين، هيبقى شكله شيك جدا. تمام،
والمنظم ده بتاع الاكسسوري حلو جدا بجد، يعني حلو جدا، وبحط فيه الحاجات اللي انا بس بستخدمها على طول. يعني في حاجة بقى بفكر فيها، انا هنا كنت جايبة الطبق ده عشان احط فيه البرفيومز، انا اوريدي كنت حاطه البرفيومز فيه، ولكن الصينيه دي عجباني جدا ان انا احط فيها برضو البرفيومز. الاول كنت حاطاه فيها، في اول ما اتجوزت كنت حاطاه فيها وكان شكلها شيك جدا. اما الصينيه دي صغيره وهحط فيها بجد فعلا الحاجات اللي انا بس عايزه استخدمها، عكس ما احط صينيه كبيره وهضطر احط فيها كميه كبيره، فاهمين؟ احط غير المنظمات دي على التسريحه ده وده وده لما اركب له المرايات ممكن ارجع استبدله بده عشان احط مثلا هنا سكين كير، وهنا مثلا احط ممكن برفيومز او ميك اب ايا كان، وهقدر احط كذا حاجه المساحه اكتر فيها يعني. المهم هبتدي ارص معاكم الحاجات في الاضراب. بالنسبة بالنسبة لتنظيف المونيكير مش بيحتاج بس مجرد فوطة فيها منظف، لا بنحط عليها اسيتون وبنبتدي ان احنا ننظف عشان نشيل الكلام ده كله. فهعمل كده في كل المونيكير اللي عندي، وبعد كده هبتدي ان انا انظمهم هنا. Ariel. كده اكون خلصت مبدئيا. وعايزه اقول لكم كمان ان انا نظفت الفرش اللي عندي كلها، وما حطيتش بس على التسريحه من فوق غير الحاجات اللي انا بستخدمها يوميا او على مدار الاسبوع. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات رايكم، واستنوا الفيديوهات الجايه.